بعد 7 سنين خبرة في العقارات، لو هبدأ النهارده من الصفر، دول أهم 12 حاجة هركز فيهم. أنا جاسم وليد، مدير مبيعات واستشاري عقاري، بدير محافظ عقارية بمئات الملايين. اتفرج على الفيديو ده هقول لك خلاصة العمر كله. أول حاجة هركز على منطقة محددة وأذاكرها كويس، وأعرف الطرق والمحاور الرئيسية وأهم المشاريع اللي ببيع فيها واللي مش ببيع فيها، ومش هتكبر على المعلومة أبدا. والتركيز مهم لأن محدش مبتدئ بيعرف يلم كل حاجة. هشتغل في شركة كبيرة حتى لو بمرتب أقل، لأن التعليم في الشركات الكبيرة بيكون أسرع بكتير، والاختلاط والعلاقات أهم مليون مرة من المعلومة النظري. هختار ناس جامدة بجد واحاول اقرب منهم، وهختار ناس نفسي ابقى زيهم في المستقبل واحوط نفسي بيهم. مش هختار ناس ضعيفه عشان ابقى باين في وسطهم ولا ابقى رئيس عليهم. هشتغل وانا بالي رايق معظم الوقت، لان الشغل تحت ضغط ده ما بيجيبش غير المرض والتعب، وعمر ما الرزق بيجي بالعافيه. طول ما سبتها لله وعملت اللي عليك، كده كده النتائج جايه، الموضوع مساله وقت بس. وبكده هتفضل مبسوط وبالك رايق وعندك طاقه تكسر الدنيا بيها طول الوقت. هشتغل ب 70% بس من طاقتي، بس 100% من وقتي. احسن مليون مره ما اشتغل ب 100% من طاقتي 30% بس من وقتي. وافتكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الاعمال ادومها وان قل. يعني لو بتعمل يوميا عدد معين من التاسكات ليكن قد كده، بس كل يوم بتعمله، كده كده النتائج مضمونه. احسن مليون مره ما تيجي يوم تعمل شغل قد كده وتاني يوم ما تقدرش تشتغل خالص. وافتكر ان ربنا بيقولك: ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. هدور على مصلحه العميل بجد، مش مصلحتي، وده مش كلام. مش هدور على العموله الاعلى ولا الانسنتيف، لان عميل واحد مبسوط اهم مليون مره من اي عموله. في قاعده في الماركتينج بتقول: عميل واحد مبسوط يساوي 20 عميل في المستقبل. يعني هتبيع كتير بدون مجهود. هشتغل على البيرسونال براندنج واميز نفسي وسط المجال، لان المجال زحمه جدا والمميز بس اللي هيكمل. هتعلم حاجات كتير جدا زي الاداره، لان دي اللي هتخليني اترقى بسرعه، والتسويق والبيع والتفاوض والتحدث امام جمهور، وطبعا اكيد اللغه عشان اكون جاهز لاي فرصه تجيلي. الفرص بتيجي كتير بس مش اي حد بيشوفها. هشتري ذهب باي مبلغ يجيلي على بعض، وده طبعا لان الذهب هو اهم ملاذ امن للفلوس. ده طبعا لو المبلغ ده ما يجيبش عقار، اما لو يجيب عقار فطبعا الاستثمار العقاري هو الابن البار من غير تردد. هصرف كتير على شكلي ومظهري ولبسي وساعتي وتليفوني وعربيتي، لان دي زي ما بنقول عده الشغل. وهفكر كويس جدا قبل ما اروح اي شركه، لاني مش هتحرك منها قبل سنه الا لو طلعوا حراميه مثلا. كنت ههتم بصورتي قوي قدام الناس، ومش هعادي حد خالص سواء اعلى او اقل مني. وافتكر ان المجال ده اوضه وصاله، واللي ما تحتاجوش النهارده بكره تحتاجه. كنت هركز قوي ازاي ابيع نفسي المديري واحاول اظهر شغلي، لان ياما ناس اترقت واحنا اشطر منهم، بس الفرق بيننا وبينهم انهم عرفوا يظهروا شغلهم. وطبعا كنت هعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للتشانل، لان الفيديو عجبني بصراحه. كنت معاكم انا المستشار العقاري جاسم وليد. سلام.